بطبيعة الحال. طيب، هذا الأسبوع كان هناك جدل فيما يخص قضية سي عبد العالي حميد الدين واعتذاره عن رئاسة فريق الحزب بمجلس المستشارين. قيل بأن هناك ضغوطات من جهات نافذة. سؤالان: ماذا يقصد بالجهات النافذة؟ وألا يطرح أو لا يطرح هذا السؤال ديال استقلالية القرار الحزبي؟ السيوس دابا شكون اللي قال ضغوطات من جهات نافذة؟ كان تصريحات ديال القيادات في الحزب. واش الصحافة هذا هو الصحافة. لا، قيادات تصريحات القياديين في الحزب. المهم زعما هذه القضيه، هذه القيادات اللي كي يقولوا هذا الكلام هما اللي خصهم يجاوبوا. ومع ذلك انا غادي نجاوبك. الجهات النافذه ما معنى بلاتي غير بلاتي، يعني في السياسه ما كاينش سياسه بدون ضغوطات، ما كايناش سياسه بدون ضغوطات. السياسه ملي كتمارس السياسه كتاخذ القرار. حنا حزب جا مجلس المستشارين، ربحنا 12 ديال المقاعد، كنا خصنا نختاروا رئيس ديال الفريق، تداولنا في الراي، فهمتي ولا لا؟ انا دافعت على السي نبيل الشيخي، الاخوان دافعوا على السي عبد العالي حميد الدين. انا كنت كنشوف يكون، ولكن يكون في المكتب ماشي رئيس. اختاروا عبد العالي حميد الدين. هذا الاختيار ديال السي عبد العالي حميد الدين اثار اشكاليات. هذه الاشكاليات هذه عاود رجعنا لعند السي عبد العالي حميد الدين انا والسي مصطفى الرميد، وتكلمنا معاه وشرحنا له الوضع في امور اللي ما نقدرش نقولها لك بصراحه ووضوح. تكلمتوا معاه ولا ضغطتوا عليه؟ لا، علاش غنضغطوا عليه؟ السي عبد العالي حميد الدين سهل باش تضغط عليه، راه يضرب لك الطر في الصحافه، فهمتيني ولا لا؟ شرحنا له ووضحنا له. دابا تضرب ليه الطر في الصحافه. هو من ديت لا ابدا. الناس كلهم فهموا ان هذا مبني على اشياء اللي ماشي ضروره في محلها. ربما من الناس وبلاتي نقول لك، قرر هو يقدم استقالته كرئيس ديال الفريق، وعاود الاخوان ديالو في الفريق عاود اقترحوه علينا كرئيس ديال اللجنه. ودابا عندنا واحد رئيس فريق هو السي نبيل الشيخي، وعندنا واحد عضو المكتب هو السي عبد الاله الحلوطي، وعندنا السي عبد العالي حميد الدين يعني رئيس اللجنه ديال التعليم وديال الشؤون الاجتماعيه. طيب، كاين واحد التصريح لافت ديال السي افتاتي يقول بان هذا الاعتذار هو خدمه للمشروع البامجي. بالنسبه الى البام، شنو علاقه البام بهذا الاعتذار؟ اجي نقول لك واحد القضيه، علاش ما تجيبش عبد العزيز افتاتي تسولوا هذه الاسئله؟ واذا حضر الماء بطل التيمم. ايوا لا، كيفاش؟ كاين السيد الامين العام معنا. لا ولكن لانه هذاك السي عبد العزيز افتاتي هذاك واحد من الاخوان اللي يعني كيدير التصريحات، شي مرات كتكون مجديه، شي مرات كتكون مشكله، فهمتينا ولا لا؟ هو دابا كيصرح باللي هذا الشيء هذا خدمه للبام، خصو هو يجي يشرح هذا الربط اللي دار بين هذا انا بالعكس، انا كنعتقد باللي السي عبد العالي حميد الدين هذا الشيء اللي وقع زاد يعني اكد المكانه ديالو في الحزب، وانه الامور خصها تكون معقوله، فهمتي؟ ولكن الحزب هو كذلك مرن، كيعرف الوضع السياسي في المغرب. ماشي احنا ماشي في سويسرا باش نكونوا واضحين، احنا ماشي في سويسرا، ولكن الحمد لله ماشي في الديكتاتوريه. احنا في واحد الدوله فيها ظروف، فيها معطيات، فيها تراعى اشياء، اوضاع تراعى. هذه الاوضاع نراعيها، وبهذه الطريقه مشينا، ولحد الان الحمد لله.